السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهارده بقدم لكم فكرة بسيطة جدا بس مفيدة ليكوا قوي في المطبخ، هتعجبكم قوي إن شاء الله. وهي إزاي نخلي الزبدة عندنا بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة المطبخ. كتير بنيجي نعمل وصفات ونلاقي في الوصفة مكتوب إن الزبدة لازم تكون في درجة حرارة المطبخ، وأنا بتبقى عندي في التلاجة أو في الفريزر ومش عارفة إزاي أخليها بدرجة حرارة المطبخ. أنا هخليها لكم تفك بطريقة بسيطة جدا من غير مايكرويف ومن غير ما تحطيها على النار ولا تسيح منك، لأن درجة حرارة الغرفة دي عايزينها طرية بس مش سايحة. فبطريقة حلوة جدا بجيب عندي الزبدة كده زي ما انتم شايفين، انا حطيتها في الطاوله اهو، وهاجي عندي اجيب طبق تاني وهجيب عندي من الكاتل ميه مغليه. يعني انا هجيب ميه مغليه من الكاتل كده وهملاها، هملى الطبق ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده اهو. هسيبها في الطبق حوالي دقيقتين 3. انا عايزه الطبق بتاعي يسخن لي جدا، عشان هو ده بقى اللي هيعمل لي شغل زي الميكرويف بالظبط، كاني دخلت الزبده في الميكرويف تلين. يعني انا هسيبها هو الدقيقتين. هنا انا الطبق عندي سخن جدا لان انا فضيت منه دلوقتي الميه، هو سخن جدا اهوت. فهغطي بيه الزبده كده واسيبها حوالي 5 دقايق على ما انا بقى اجهز المكونات بتاعه الوصفه بتاعتي. هبص اجي اشيل الطبق ده هلاقي الزبده بتاعتي طريت خالص ولانت خالص وبقت بدرجه حراره المطبخ زي ما الوصفه عايزه. هنشوفها بعد 5 دقايق كده هتبقى لانت وعملت ايه. طبعا احنا في الصيف مش بنحتاج الكلام ده كله، احنا بنطلعها 5 دقايق بتلين لوحدها لان درجه الحراره بتبقى مرتفعه فبتسهل عليا الموضوع. انما الطريقه دي هتنفعني قوي لما اكون في الشتاء او انا مستعجله، حتى لو انا في الصيف ومستعجله جدا وعايزه اخلص وانجز يعني. وزي ما قلنا في الشتاء طبعا الجو بيبقى بارد فالحاجه بتاخد وقت. بالطريقه دي بقى السخونيه بتاعت الطبق دي بتخلي الزبده تطرى معايا في ثواني. وهشوفها دلوقتي عامله ازاي هوريها لكم. ورجعت لكم اهو بعد ما عدى حوالي 5 دقايق. هنشوف بقى بقيت عامله ازاي. شايفين عندي اهي باينه اهي كده بقى ابتدت تفك اهي وبقت بدرجه حراره الغرفه زي ما احنا شايفين. هي بقت طريه خالص اهي. اقدر بقى استخدمها في الوصفه بتاعتي. دي كانت زبده يا جماعه انا مطلعاها من الفريزر، يعني كانت طالعه مجمده خالص من الفريزر. شايفين لما انا عملت عليها الطبق السخن ده عمل لي حراره او حوطها بالسخونيه بقى شبه الميكرويف شويه، فطلعها لي بسرعه جدا. اتمنى الفكره النهارده تكون بسيطه وتكونوا استفدتوا منها ان شاء الله، تكون عمليه يعني وتفيدكم. وان عجبتكم الفكره ما تنسوش بقى تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب على القناه ان شاء الله. واشوفكم فكره تانية من افكار وابداعات ندى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.